بنتكلم على الفريلانسنج وان افضل وقت دلوقتي عشان الغلاء والزيادات في الاسعار او تقليل الفاليو بتاع قيمة المنتجات اللي بنشتريها، اللي احنا مع شغلنا ممكن نبتدي نشتغل عمل اضافي او عمل حر. من 5 سنين لما كنت بفكر ابتدي الشركة بتاعتي، عملت اول بروبوزل لشركة، اعتبر ساعتها ان انا فريلانسر عشان انا ما كانش عندي ورق، فكان هو بدايتي از فريلانسر، اشتغلت از فريلانس ريكروتر. طيب عشان ابتدي العمل الحر او الفريلانسر لازم اعرف شوية حاجات. اول ستيب لازم اعرف انا كويس في ايه، سواء بقى عندي مهارات، سواء عندي خبرات، سواء عندي مؤهلات، سواء عندي تالنت او موهبة. طيب لو انا عندي مهارات زي مثلا الاقناع والبيع والكلام ده كله، ممكن اعرض نفسي على شركات اللي انا ابدا ابروتش عملاء ليهم واجيب لهم عملاء واخد كوميشن. لو انا عندي موهبه زي الديزايننج، زي التفكير، ممكن ابدا اتعلم ان انا ابقى جرافيك ديزاينر واسوق لنفسي ابقى فريلانس ديزاينر. لو انا عندي خبره، مش شرط طبعا يعني نركز بس ان انا حاجه ما اشتغلتهاش او تالنت. لو انا عندي خبره زي مثلا انا اشتغلت في ريكروتمنت، فانا عندي داتابيز من المتقدمين للوظائف واقدر في نفس الوقت اعمل انترفيوز للناس، ممكن اعرض نفسي از فريلانس ريكروتر على الشركات او اللي انا اشتغل عمل حر. فاول حاجه لازم نعرف ايه احسن حاجه احنا بنملكها او ايه اللي هتميزنا عن غيرنا. طيب تاني حاجة، وللأسف دي اللي هي بتبقى صعبة شوية، الشركات لما بتقرر تتعامل مع فريلانسر مش مع شركة أو مش مع كيان، تمام؟ لازم يبقى عندك سابقة أعمال أو بورتفوليو. يعني إيه اللي هيخلينا أشتغل معاك از فريلانس جرافيك ديزاينر وأنت لسه ما صممتش؟ أو إيه اللي هيخلينا أشتغل معاك از فريلانس ريكروتر وأنت أصلا ما اشتغلتش قبل كده في الريكروتمنت؟ فتاني حاجة، ودي اللي هي بتبقى مشكلة عند معظم الناس اللي بتبتدي، خصوصا اللي بيقرر انه يبتدي از فريلانس على طول مش فول تايم جوب، سابقة الأعمال أو البورتفوليو أو شغلك السابق. طيب دي ليها كذا حل. أنا فاكر الحل اللي أنا قدمته من 5 سنين، كان الماركت بيتحاسب ليتس سي بجنيه، أنا قدمت بروبوزل لأول شركة عشان ترضى اللي أنا أشتغل لها بإيكوال 30% من الجنيه ده، يعني مثلا 30 قرش. يعني لو حاجه ب 1000 جنيه انا عايز 300 جنيه وانت وفرت 700 جنيه، فكان الديل اتراكتيف للشركه. طيب كل الشركات هتفكر كده؟ لا. انا اعمل ايه؟ مفيش اكتر من الستارت ابس دلوقتي، مفيش اكتر من الاماكن الان جي اوز اللي بتطلب متطوعين، فانا ممكن في البدايه يا اما اللي انا اشوف ستارت اب بتطلع واشاركهم بشغلي او بالمجهود، احنا الاثنين بنجرب او بنقيم بعض، او اللي انا اشوف عمل تطوعي وابتدي اجرب فيه عشان اكتسب لان عندي سابقه اعمال، او حتى اللي انا ابتدي على اصحابي او معارفي. يعني لو حد عايزني اعين له ابتدي اعين له حتى لو ببلاش، لو حد عايزني اعمل له ديزاين سواء لوجو او بزنس كارد اعمل له اللوجو او البزنس كارد. فتاني ستيب اللي احنا نعمله ايه؟ اللي انا هبدا اكتسب زي ما في الفول تايم بكتسب خبره، هبدا اكتسب هنا خبره اللي انا اشتغلت از فريلانسر ويبقى عندي سابقه اعمال. فممكن تضحي في الاول باللي انت مش هتجود بايد او هتاخد فلوس، بس انت بتكسب حاجه تانية بالظبط كانك بتصرف على تاسيس شركه. وما تستعجلش الفلوس في الاول، لان في شباب كتيره صغيره اللي هي اندر جراد او فريش جراد يقول لي انا هشتغل فريلانس على طول، وهو ده انا اللي باخده على اب وورك او فريلانسر اكتر من لو نزلت وظيفه. صح، بس برضو انت لازم تتعلم، فبارت الاكسبيرينس هيفيدك جدا وهيعلي بعد كده الريت بتاعك سواء بقى بالبروجكت او بالاور او. تالت حاجة وأهم حاجة، توسع قاعدة علاقاتك، توسع قاعدة علاقاتك، توسع قاعدة علاقاتك، لأن الفريلانسر عامل زي الصنايعي، فترة بيبقى مطلوب، فترة ما عندوش شغل. فعشان تعمل إيه؟ عشان يبقى عندك شغل على طول أو طول الوقت أو طول السنة، وسع قاعدة علاقاتك، وسع قاعدة العملاء، نزل اوفرز في الوقت اللي ما فيهوش طلب عليك عشان يبقى عندك شغل على طول شايل بعض. فخلينا نريكاب كده الثلاث حاجات ازاي ابتدي كفريلانسر. واحد، هشوف انا كويس في ايه سواء خبرات او مهارات او موهبة. 2، سابقة الاعمال او البورتفوليو. 3، قاعدة العلاقات. دي اول ستيب عشان اقرر ابقى فريلانسر. لو عملناها نبدأ بعد كده ننطلق ونكبر البورتفوليو بتاعنا ونشوف ايه التكنيكس الادفانسد اللي نشتغل عليه. طبقوا ال3 دول ونتكلم في السيشن الجاية عن ازاي هبدأ اجنريت ليدز.